عمرك سألت نفسك ليه أول ما بتفكر في أكلة حلوة أو خروجة حلوة بيجي في بالك براند معين؟ هو السر كله مش في الأكل ولا طعم الأكل، هو السر كله في البوزيشننج بتاع المطعم. في مطاعم كبيرة في مصر أو برا مصر، هي مش بتبيع لك ساندوتش، لا هي بتبيع لك تجربة. ازاي؟ تعال نفكر مع بعض. مثلا هنقول في مطعم ربط نفسه باللمة والعيلة، في مطعم تاني ربط نفسه بالسرعة والجودة، في مطعم تالت ربط نفسه بالشياكة والأناقة واللايف ستايل والحاجات دي. هو هو حجز مكان جوه دماغك، جوه عقلك الباطن. يعني انا دلوقتي بفكر في اكلة، هروح للبراند ده عشان هو بيقدم لي خدمة كويسة، مكانه مريحني. هي دي، هو حجز مكان في دماغك ان انت عايز. انا اول ما يجي لي الاكلة دي او بفكر في اكل، انا هروح للمطعم ده عشان عايز اكل من عنده. بنسميه التمركز في السوق. انت انت هتروح ليهم علشان الاحساس اللي انت قدموه قبل الاكل. بمعنى، يعني انا دلوقتي المطعم ده خلاص دخل في دماغي، بقى في دماغي وعايز اروح له. هو خلاص هو سيطر عليك بس بالطريقة. بمعنى ايه؟ يعني هو ركز في دماغي ان اسم البراند ده بقى في دماغي ان انا هروح له عشان اكل من عنده، عشان هو ادالي الاحساس ان هو الاحساس الاحترام، طريقة الاسلوب معايا في الكلام ده كله قبل الاكل. هو مش عايز يبيع بقى اكل، هو عايز يجيب زبون عنده، بيخلي زبون عنده. مطعم، لو انت صاحب مطعم هو المنيو مش كفاية، لازم تعرف او تسأل نفسك انت مين في حياة العميل. هل انت هل انت بتاع عزمات ولا بتاع مناسبات؟ لو انت قدرت تحدد البوزيشننج بتاعك صح، العميل هيجيلك بالاسم مهما كان سعرك. يعني اهم حاجة في المطعم، انت حدد انت اني بوزيشن، بتاع مناسبات، حفلات، عيلة، الحاجات دي كلها، ولا بتاع ازمات اكلات سريعة وجودة كويسة. الكلام ده كله هو ده اللي هيخلي عميلك بتاعك يجيلك مهما كنت كان سعرك ايه، رخيص غالي، هيجيلك. استني ايه؟ يلا ابعتلي رسالة عشان نخلي اسم المطعم بتاعك او اسم البراند بتاعك يعلق في دماغ الناس او دماغ العملاء.